Luck is what happens when hard work meets opportunity. مشوار النجاح ما هواش قصير ولا بيتساوى فيه السعي مع النتيجة، ومحدش مشواره هتلاقيه زي التاني. غالبا في مشوارك انت بتلاقي مجهود وسعي معقول في الاول، بعديهم نتيجة حلوة، ودوت غالبا بيبقى بيجنرز لاك، يعني حظ مبتدئين. او من كتر ما انت فرحان انك اتحركت شايف النتيجة اكبر مما هي فعلا، وبعديها مجهود وسعي كبير من غير نتائج تحتسب، وبعديها مجهود وسعي تاني ونتائج مش قد السعي ولا التعب، وبعديها مجهود وسعي تالت وبرضه نتائج مش قد السعي ولا التعب، ويمكن اقل كمان من اللي قبله، لغايه اللحظه السحريه، لحظه التايبنج بوينت. وديت لحظه لا تعرف تتوقعها ولا ترتب لها، وتلاقي النتائج كده انفجرت بشكل ما كنتش تتخيل، وكأن الموضوع حصل فجأة وبالصدفه، وتحكي عن الفتره ديت وتقول ان ربنا فتحها عليك فجأة من حيث لم تحتسب. الفكره ان اغلبنا بيفرهد وبييأس وبيبطل يحاول بعد تالت نتيجه مخزيه ليه، بس المشوار طويل وصعب بس يستاهل. الشاطر هو اللي بيعرف يعيش كل مرحله زي ما هي وبيستمتع بيها وما بيستعجلش على رزقه، لان هيجي في وقته وبالطريقه اللي ربنا كاتبها له ومأذن بيها. فاسعى واجتهد واصبر على رزقك. سلام.